عند استخدام نقار ذو رأسين مدببين يهتزان بنفس الوقت ويمسان سطح ماء في حوض، سيبعثان موجات دائرية كما نلاحظ تنتشر على سطح الماء بالطول الموجي نفسه. إن الرأسين المدببين يعملان بمثابة مصدرين نقطيين، وسوف نشاهد طراز التداخل عند سطح الماء. هناك مجموعتين من الخطوط، الأولى حيث الموجات بارزة، والمجموعة الأخرى تكون بينهم حيث لا توجد أي موجات على الإطلاق. عند تمثيلهم بخطوط حمراء وخضراء، فالحمراء فيها الموجات بارزة، والتي بينهم فالخطوط الخضراء الموجات لا يمكن مشاهدتها. لتفسير ذلك سنرسم مجموعتين من دوائر متداخلة، والتي تشبه مجموعتين من الموجات المتداخلة. الخطوط معدة لتمثل قمم الموجات، والفراغات بينهم تمثل القعور. النموذج يظهر عندما مجموعتين من الموجات تستقر وتداخل حيث القمم تتلاقى، والمتمثلة بالنقاط البرتقالية. الفجوات بين الخطوط تمثل القعور، والمتمثلة بالنقاط الزرقاء. إذن قعر يلتقي مع قعر، وقمة مع قمة على طول هذه الخطوط المستقيمة، حيث يكون للموجتين الطور نفسه والسعة نفسها، فإن الموجتين تتحدان لتقوي كل منهما الأخرى، وفي هذه الحالة تكون سعة الموجة الناتجة مساوية لضعف سعة أي من الموجتين الأصليتين. يسمى هذا النوع من التداخل بالتداخل البناء، وهذا سبب مشاهدة موجة كبيرة بارزة في النموذج. الآن بين هذه الخطوط المنقطة نشاهد الخطوط الخضراء، حيث القمة تلاقي القعر والقعر يلاقي قمة، وما نشاهده على اليمين حيث الموجات بطورين متعاكسين وسعتين متساويتين، وفي هذه الحالة تأثير أحدهما سيمحو تأثير الأخرى، وسعة الموجة الناتجة تساوي صفرا. يسمى هذا النوع من التداخل تداخل إتلافي. بالعودة إلى الصورة مرة أخرى، نشاهد التأثير على طول الخط الأحمر لدينا تداخل بناء، وعلى طول الخط الأخضر لدينا تداخل إتلافي. بالعودة إلى المخطط، إذا رسمنا خط عبره مثل شاشة، ومن ثم ننظر على طول الخط على الشاشة، سوف يكون هناك أماكن بها موجات، والأخرى أماكن ليس بها موجات.